اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين، صباحكم مليان خير ورضا وامل وتفاؤل واطمئنان وراحه بال. الكرشه من الحاجات اللي معظم الناس ما بيتفقوش عليها، يعني اللي يقولك لا انا بحبها، واللي يقولك لا انا ما بطيقش ريحتها، واللي يقولك لا انا دي حاجه ما اقدرش اكلها. لا، تعالوا نعملها بطريقه لذيذه خالص، والكل هيجمع عليها ان هي حلوه وطعمها لذيذ. تعالوا اول حاجه كده نعملها علشان نشيل زفاره الكرشه ونشيل ريحتها اللي دايما بنقرف منها، وان احنا ما بنكونش طايقينها. نحط شويه ميه على البوتاجاز تكون بتغلي وننزل فيها بالكرشه ديت. الغلوه ديت هتخليها تديكي طعم حلو معاكي، وكمان هتشيل الزفاره بتاعتها خالص. انا اول ما بتغلي معايا كده غلوتين بروح جايه شايلاها كمان من على البوتاجاز خالص، وغسلاها غسيل تام من الميه دي كمان، واروح جايه مقطعاها قطع صغيره وحطاها برضو في نفس الحله، بس بعد ما بغسل الحله كمان. يعني انا ما بغسل الحله وهي كمان، وبغسلها هي كمان من واقطعها. باجيب بقى الحله بتاعتي واحطها على البوتاجاز على نار وسط، وانزل عليها بماده دهنيه، وانزل عليها بالمنكهات اللي انا حابه احطها: ورق لوري وحبهان وقرنفل، مستكه لو موجود، قرفه، كل الحاجات اللي انت حابه تحطيها. وكمان حبيت ان انا احط شويه ورق لوري، شايفين انا مقطعاها قطع صغيره ازاي على قد اللقمه بتاعتي على طول. هنزل بها عليها ببصلايه كده اقطعها قطع، يعني مش كبيره قوي ولا صغيره اي. وانزل عليها كمان بطماطميه مبشوره او طماطميتين على حسب الكميه بتاعتك. هتقولي لي طب انا ممكن احط طماطم كده؟ لا، لما تحطي طماطم مبشوره هتديكي طعم احلى. شوية فلفل اسود صحيح، وكمان كمان فص ثوم، واحطهم في الهون يتفرموا او ادقهم في الهون. ليه؟ لان الحركه ديت بتديها طعم حلو جدا. بعد ما دقيتهم كده في الهون بديهم تقليبه، وانزل بقى بالثوم والثوم والفلفل الاسود بتاعي. بيديني نكهه حلوه قوي، بتشمي الريحه بقى، بتبصي بتوديكي في عالم تاني، بتخليكي بصي بتخلي الكرشه ديت حاجه كده فوق الخيال وفوق الوصف. انا جوزي ما كانش بيحب الكرشه ابدا، كان يقول لي لا انا ما بطيقش ريحتها، ما بحبش طعمها. لكن لما دقها من ايدي لقاها طعمها تحفه ويجنن. قال لي لا لا لا، ده طعمها يجنن. انا لما حبيت ان انا اغير الطريقه اللي انا بعملها بيها، قال لي لا لا ابدا، اوعي تغيري الطريقه، هي الطريقه ديت لذيذه جدا واعمليه بها على طول. فنزلت بقى بعد ما شوحتها كويس وريحه التوم بتاعتي طلعت مع الفلفل الاسود مع الكرشه، نزلت بقى بشويه ميه سخنه كده بتغلي علشان ما توقفش معايا السوا بتاعها. هغطيها بقى واسيبها بقى تستوي على مهلها، واغطيها واسيبها على نار هاديه لحد ما تستوي على مهلها. وتعالوا بقى بعد ما استوت معانا، شايفين الجمال؟ شايفين الشوربه بتاعتها؟ تحفه تحفه تحفه. ممكن تزودي الطماطم، ممكن تحطي معلقه صلصه كمان علشان تبقى حمرا معاكي. بس انا عشان هحطها في طبيخ فقلت لا، انا عايزه الشوربه بتاعتها تكون صافيه كده وحلوه. هحط بقى الملح بتاعها بعد ما استوت، واغطيها كمان 3 4 دقايق، واحطها على عين تانية علشان نعمل مع بعض الكوسة بتاعتنا اللي هنحط فيها الكرشة. جبت بقى بصلايه مفرومه على في الخلاط في الكبه او على ايدك، او مبشره او اي حاجه انت حابه تفرمها بيها، مش شرط هنا. حطيت حته زبده وكمان شويه زيت كده. هقلب بقى اشوح البصله بتاعتي، انا مش عايزاها تتحمر ولا عايزاها تاخد لون خالص، انا بس عايزه اشوحها تشويحه خفيفه. هنزل عليها كده بفصين توم مفرومين. هنا بقى التوم بيدي معاكي طعم حلو جدا للحاجه اللي بتطبخيها. اي خضار بتطبخيه بيديه طعم حلو جدا لما بتحطيه في الاول كده. ممكن لو حابه ان انت تقسمي الفصين التوم دول، واحد تحطيه مع البصل، او واحد تحطيه بعد ما تحطي الخضار بتاعك، هيديكي طعم هايل جدا برضو. حطيت بس نص معلقه هريسه شطه كده علشان تشط لنا الدنيا وتخلينا الكرشه بتاعتنا طعمها تحفه ويجنن. هريسه الشطه ديت مخلياه طعمها في حته تانية خالص. هشوحها بقى وانزل بقى بالكوسه بتاعتي، واشوحها هي كمان مع معلقه هريسه الشطه مع الثوم مع البصل بص بقى مديها طعم يجنن. هنزل كمان بالفلفل الاسود والكمون والملح والتوابل بتاعتي كلها، وكمان شويه بابريكا علشان يخليني اللون الاحمر الحلو بتاع الطماطم ده. طبعا بقى هحط البهارات بتاعتي كلها دلوقتي وكل حاجه دلوقتي، لان الكوسه ما بتاخدش سوا اولا، ثانيا بتاخد ملحها ملحها وبهاراتها في الاول كده بتديها طعم حلو. وكمان الكرشه بتاعتي خلاص كانت استوت. هاخدها بقى احطها، انشيلها كده من الشوربه، وايه احطها عليها على طول عشان لما تتشوح معايا وتاخد من طعم الكوسه وطعم الخضار اللي انا عاملاه،
وكمان طعم الفلفل مع البصل مع الثوم مع هريسة الشطة بتديها طعم حلو جدا، مع البهارات بتديها طعم حلو جدا. هحطها بقى كلها في الحلة كده. بصي هي أكلة حلوة لذيذة كده مع بعضها. ممكن تغيري الكوسة، وممكن تحطي بطاطس، ممكن تحطي فاصوليا خضراء، ممكن تحطي اي حاجة. معايا بقى طماطم متسبكة، هصفيها بس علشان ما التفل بتاعها ما ينزلش في الطبيخ بتاعي ويبقى شكله مش لذيذ. هديلها تشويحه بقى، بصي تشويحه رهيبه، بصي الريحه طالعه عليا رهيبه رهيبه رهيبه، تحفه. هغطيها كمان دقيقتين لحد ما تشرب كده مع نفسها وتبتدي تغلي كده مع نفسها، وانزل عليها بقى بشويه من الشوربه. ما احنا مش هنروح نجيب تبقى الشوربه موجوده ونروح نجيب ميه ونحطها، لازم ندلعها كده ونخليها ايه، شاربه شوربتها وشاربه مقاديرها بتاع ده، توابلها ومتظبطه وايه على اعلى مزاج. هي دي الكرشه اللي تتاكل على صح، طعمها تحفه ويجنن. جربيها بالطريقه ديت، ولادك لو ما بيحبوهاش هيحبوها. وكمان ما تخليهاش تستوي جامد، خليها كده زي اللحمه بالظبط، تكون ماسكه نفسها شويه، وتكون ما تكونش طريه قوي، يعني تكون طعمها لذيذ كده. كده هي خلصت معانا وكمان استوت وطعمها تحفه. هزودها كمان شويه ميه بس عشان الشوربه كانت قليله، واغطيها بقى تغلي لها كمان غلوتين وخلاص على كده. طبعا بقى هتقولي لي ايه هنعمل ايه معاها؟ ما يمشيش معاها غير الرز بشعريه. هتقولي لي لا انا هعمل رز ابيض، لا 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 اوعي، هي الرز بشعريه اللي يمشي معاها. ما تقوليليش لا انا هغير اي حاجه تانية، او اعمل مثلا رز حبايه وحبايه، ابدا، هو الرز بشعريه. هحط بقى الشعريه بتاعتي تتحمر، وكمان الرز بتاعي غسلاه وهظبطه كده. وطبعا الشعريه اول ما بتتحمر بنزل عليها بالرز على طول، واديها تشويح، واغلفهم كويس بالماده الدهنيه اللي انا حطيتها علشان الرز بتاعي يطلع مفلفل وحلو. وطبعا هنحط الملح بتاعنا ونظبط ميتنا وكل حاجه تبقى تمام. الرز الشعريه نص الرز بتدي معاكي طعم حلو جدا، وبتبقى معاكي مظبوطه وزي الفل. تعالوا بقى، شايفين الجمال؟ كانت استوت هنا وخلاص. تعالوا بقى نغرف الاكل بتاعنا ونشوف طعمه عامل ازاي وجبار ازاي. الرز بتاعي شايفين مفلفل ازاي، والشعريه واضحه فيه، وكمان الشوربه بتاعتي شايفين جمالها. شوفي شايفين الكوسه والكرشه، حاجه كده تحفه. كده الفيديو بتاعنا النهارده خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ سمسم عشان يوصلك كل فيديوهاتي. وكمان ما تنسونيش في كومنت لذيذ من كومنتاتكم الجميله. تعالوا بقى ندوق ونشوفها عامله ازاي. شايفين الجمال؟ تحفه تحفه تحفه. تيجي تمسكي حته الكرشه تقسميها بالمعلقه، تتقسم معاكي على طول بكل سهوله، وتبقى طعمها جميل. انا يا دوبك ضغطت عليها ضغطه صغيره اتقسمت، بس طبعا بقى علشان الدهون اللي فيها فكانت ايه جامده شويه. كده الفيديو بتاعنا النهارده خلص. يا رب يكون عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. باي.